وقفت معلمة الصف الخامس في ذات يوم وألقت على التلاميذ جملة إنني أحبكم جميعا، وهي تستثني في نفسها تلميذا يدعى تيدي، فملابسه دائما شديدة الاتساخ ومستواه الدراسي متدني جدا ومنطوي على نفسه. وهذا الحكم الجائر منها كان بناء على ما لاحظته خلال العام، فهو لا يلعب مع الأطفال، فملابسه متسخة ودائما يحتاج إلى الحمام، وإنه كئيب لدرجة أنها كانت تجد متعة في تصحيح أوراقه بقلم أحمر لتضع عليها علامات في بخط عريض وتكتب عبارة راصب في الأعلى. ذات يوم طلب منها مراجعة السجلات الدراسية السابقة لكل تلميذ، وبينما كانت تراجع ملف تيدي فوجئت بشيء ما. لقد كتب عنه معلم الصف الأول: تيدي طفل ذكي وموهوب يؤدي عمله بعناية وبطريقة منظمة. وكتب عنه معلم الصف الثاني: تيدي تلميذ نجيب ومحبوب لدى زملائه، ولكنه منزعج بسبب إصابة والدته بمرض السرطان. أما المعلم الصف الثالث فقد كتب: لقد كان لوفاة أمه وقع صعب عليها، لقد بذل أقصى ما يملك من جهود، لكن والده لم يكن مهتما به، وإن الحياة في منزله سرعان ما ستؤثر عليها إن لم تتخذ بعض الإجراءات. بينما كتب عنه معلم الصف الرابع: تيدي تلميذ منطوي على نفسه، لا يبدي الرغبة في الدراسة، وليس له أصدقاء، وينام أثناء الدرس. هنا أدركت المعلمة تومسون المشكلة وشعرت بالخجل من نفسها، وقد تأزم موقفها عندما أحضرت التلاميذ هدايا عيد الميلاد لها ملفوفة بأشرطة جميلة. ما عاد الطالب تيدي، كانت هديته ملفوفة بكيس مأخوذ من أكياس البقالة. تألمت سيدة تومسون وهي تفتح هدية تيدي، وضحك التلاميذ على هديته، وهي عقد مؤلف من ماسات ناقصة الأحجار وقارورة عطر ليس فيها إلا الربع. ولكن كف التلاميذ عن الضحك عندما عبرت المعلمة عن إعجابها بجمال العقد والعطر وشكرته بحرارة. وارتدت العقد ووضعت شيئا من ذلك العطر على ملابسها. ويومها لم يذهب تيدي بعد الدراسة إلى منزله مباشرة، بل انتظر ليقابلها وقال لها إن رائحتك اليوم من خجل من نفسها. وقد تأزم موقفها عندما أحضرت التلاميذ هدايا عيد الميلاد لها ملفوفة بأشرطة جميلة. ما عاد الطالب تيدي، كانت هديته ملفوفة بكيس مأخوذ من أكياس البقالة. تألمت سيدة تومسون وهي تفتح هدية تيدي، وضحك التلاميذ على هديته، وهي عقد مؤلف من ماسات ناقصة الأحجار وقارورة عطر ليس فيها إلا الربع. ولكن كف التلاميذ عن الضحك عندما عبرت المعلمة عن إعجابها بجمال العقد والعطر وشكرته بحرارة. وارتدت العقد ووضعت شيئا من ذلك العطر على ملابسها. ويومها لم يذهب تيدي بعد الدراسة إلى منزله مباشرة، بل انتظر ليقابلها وقال لها إن رائحتك اليوم مثل رائحتي، وخجل من نفسها. وقد تأزم موقفها عندما أحضرت التلاميذ هدايا عيد الميلاد لها ملفوفة بأشرطة جميلة. ما عاد الطالب تيدي، كانت هديته ملفوفة بكيس مأخوذ من أكياس البقالة. تألمت سيدة تومسون وهي تفتح هدية تيدي، وضحك التلاميذ على هديته، وهي عقد مؤلف من ماسات ناقصة الأحجار وقارورة عطر ليس فيها إلا الربع. ولكن كف التلاميذ
عن الضحك عندما عبرت المعلمة عن إعجابها بجمال العقد.